الخير مشاهدينا اللي بيشوفونا من كل مكان. النهارده حلقه جديده من برنامجكم طبيب على الهواء. لان مشاهدينا مشاكل العين دايما كتيره، ودي اكتر حاجه ما بنقدرش نستحمل فيها اي الم او تعب. النهارده هنتكلم عن مشكله من مشكلات العين وهي سحبات القرنيه. يعني ايه سحبات قرنيه؟ ايه هي اسبابها؟ طرق تشخيصها وطرق علاجها؟ كل ده هيوضحوا لنا النهارده دكتوري اللي دايما مشرفني، دكتور اشرف أرمية، استشاري طب وجراحه العيون، استشاري جراحات القرنيه والميه البيضاء وتصحيح الابصار بالليزر، زماله كليه الجراحين الملكيه بانجلترا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا مريم. اهلا، شرفني يا دكتور. اهلا. ميرسي. مشاهدينا طبعا هنستنى كل اسئلتكم وكل استفساراتكم من خلال الارقام اللي بتظهر امام حضراتكم على الشاشه، او من خلال صفحتنا على الفيسبوك طبيب على الهواء، او ايميل البرنامج طبيب على الهواء @misat.tv. كمان ممكن تشوفوا حلقات تانية كتير على قناه البرنامج على اليوتيوب طبيب اون اير. كمان بنفكركم بالبث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك طبيب على الهواء. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا مريم. دكتور، عايزين في البداية قبل ما نتكلم عن سحبات القرنية، موضوع حلقتنا النهاردة، عايزين نعرف يعني ايه قرنية؟ موجودة فين؟ ايه الدور اللي بتقوم بيها؟ القرنية احنا ممكن نقولها زي الساعة الجديدة. الساعة الجديدة بيبقى الجزء الخارجي اللي هو قبل ما نوصل للمينا، الإزازة الخارجية لازم تكون متلمعة كويس قوي، لازم تكون بتلمع جدا عشان أقدر أشوف اللي جوه الساعة. هي نفس الفكرة، إن أنا أقدر أشوف جوه العين، والعين تشوف لما تكون القرنية بتلمع، أو زي الباب الشقة. لو أنا غيرت باب الشقة وخليته إزاز بيلمع، يبقى أنا أقدر أشوف اللي جوه، واللي جوه يقدر يشوف اللي بره. لكن لو صنفرت الباب يبقى أنا خلاص خليت كفاءة القرنية ما تشوفش كويس. القرنية عشان تفضل بتلمع لازم تتغذى كويس، توصل لها دم بكفاءة عالية، ما يحصلش فيها أي التهابات أو ميكروب، وفي نفس الوقت ما يبقاش في أي جفاف في العين يؤدي إلى فقدان اللماعة بتاعت لمعانها. طول ما لمعان القرنية واضح، طول ما الكاميرا اللي ربنا خلقها اللي هي الشبكية شايفة كويس الصورة، بتعدي من خلال لمعان القرنية للشبكية. القرنية هي أكتر حاجة غالية في العين، لأن دي بداية فتحة العين. هي أهم حاجة، الباب أو زي الباب الشقة اللي بتفتح بيه العين، هي قرنية، هي باب دخول النور لجوه العين. دكتور، عايزين نأكد أكتر يا دكتور على العوامل اللي بتبقى موجودة في القرنية عشان تقوم بدورها أكتر. تمام. لازم يكون ربنا مخلوقة إن يكون سمكها كويس، تكون عدد الخلايا الخلفية للقرنية اللي بتاخد التغذية من جوه العين لسطح القرنية عددها كافي. لازم تكون العين مرطبة من الخارج بطريقة واضحة. لازم يكون جفون العين ما فيهاش مشاكل أو التهابات تؤدي إلى التهابات في القرنية. لازم تكون القرنية ما فيهاش عيوب خلقية، ولا قرنية ولا عيوب خلقية في السطح الخارجي ولا في السطح الداخلي ولا في الجزء الأوسط للقرنية. لو كل ده كويس تفضل القرنية بتلمع طول العمر وتقوم بدورها. طب عايزين نتكلم أكتر يا دكتور على الأمراض اللي ممكن تصيب القرنية. تمام. احنا نخلينا نبتدي بالحاجة واحدة واحدة. نقول إن ممكن الطفل أو البيبي ممكن يتولد عنده عتامة في القرنية، أو ممكن تيجي الأم زي الصورة دي، تيجي تقول للدكتور أنا وابني عين لونه أبيض. فده دي أول مؤشر خطر. الأم تبص لطفلها تلاقي وش القرنية بيضة. القرنية البيضة دي حاجة بيبقى من حاجات كتيرة في الأطفال، بس من أهمها حاجتين مهمين قوي. يا إما يكون ارتفاع عالي في ضغط العين اللي هي بنسميها المية الزرقاء الخلقية، ودي بتؤدي إلى أن لمعان القرنية يفقد، ونسبة من السائل اللي جوه العين يخش داخل القرنية ويحولها من لمعان لونها أبيض داكن. فقدت لمعانها وفقدت إنها بقت تقدر تدخل الضوء. الحاجة التانية إن ممكن الطفل يتولد بسحابة على القرنية، وده مولود يتولد بيها كده نتيجة أمراض أو نتيجة أدوية خدتها الأم أو حاجات كتيرة أو هنقولها. أو يكون الأم جاية في نقطة بيضة بس ملهاش علاقة خالص بالقرنية. ممكن تبقى مية بيضة خلقية مدية نقطة بيضة جوه القرنية، هي اللي مدية اللون الأبيض، لكن القرنية بتاعت نفس الطفل لمعة كامل. ده بالنسبة للحاجات اللي ممكن يتولد بيها الطفل. أو عندنا حاجة كده بتطلع زي تجمع دهني
على اخر جزء من القرنيه في الجنب مع الجزء الابيض الداكن اللي عندي في العين، زي تجمع دهوني، ودي برضو بتبقى حاجه خلقيه، تبقى مدي ابيض بس لا تؤثر على كفاءه القرنيه. دي من الحاجات اللي ممكن تظهر. طب هل ممكن يحصل حاجات تانية؟ طبعا بمرور العمر ممكن حاجات كتير قوي. بعض الناس بيتولدوا بصف تاني من الرموش. في صورة عندنا هتيجي في صف تاني من الرموش، ربنا خلق الرموش بتحمي العين من التراب. لو اي حاجة معدية ممكن اقفل عيني عشان ما تخشش جوه العين لان انا حسيتها بالرمش. لكن في بعض الرموش بدل ما تخرج لبره تلاقيها نازلة على جدار القرنية. هذا مكان خاطئ. زي كده الرموش الطبيعية اللي على الشمال لبره، لكن الرموش الغير طبيعية الثلاث اربع رموش المقلوبين لجوه دول يبقوا زي المقشات، يحكوا على العين جامد جدا. الحكة الجامدة دي تؤدي ان الجزء الامامي للقرنية يبتدي يتعور زي كده، ويبتدي مرة في مرة يفقد اللمعان وتؤدي الى سحابة على القرنية. يعني دي سحابات القرنية، دي جزء من اسباب تكون السحابات. كمان ان انا ممكن السحابات تطلع نتيجة ايه؟ حصل التهاب في العين. يا التهاب في العين نفسها، يا التهاب في قرنية العين، يا التهاب في الملتحمة شديد. زي بعض امراض الرمد الصديدي الحادة، لو ما اتعالجتش كويس يتنقل الميكروب من بعيد عن القرنية لجوه القرنية فيؤدي الى التهاب، والالتهاب يؤدي الى عتامة. او امراض فيروسية زي حاجة اسمها لما يجي فيروس يصيب القرنية، الالتهاب القرنية الفيروسي، او بنسميه القرحة الشجرية اللي هي تبقى زي الشجرة. دي بتصيب اجزاء القرنية الامامية والجزء الداخلي الامامي، تؤدي الى سحابات، تؤدي الى اذا لم تعالج بطريقة صحيحة وبسرعة. دي من ضمن الحاجات الأساسية اللي هي ممكن تؤدي إلى سحابات في القرنية. هل في أسباب تانية يا دكتور ممكن تكون عند كتير من مشاهدينا وهم مش عارفينها؟ يعني في أسباب ممكن تؤدي إلى ظهور سحابات القرنية؟ مهم قوي إن الأم الحامل 3 حاجات أساسية المفروض ما تعرضش ليها عشان ما تغيرش من الصفات الوراثية للبيبي، ومن ضمنها القرنية. القرنية ده جزء من الجسم. أدوية غير لم يسمح لها الطبيب بأخذها تؤدي إلى تغيرات جينية في الطفل ومن بينها القرنية. أو تعرضت لإشعاعات كثيرة أثناء الحمل، عملت CT، عملت MRI، أشعة مقطعية، عملت رنين كتير قوي بدون لازمة، ممكن يؤثر إلى تغيرات أو يكون عندنا جواز الأقرباء، اللي هي الجواز الأمراض الوراثية نتيجة جواز الأقرباء، ودي من أكتر الحاجات تؤدي إلى عتمات خلقية يتولد بيها الطفل. أو أمراض ميكروب حصل، الأم خدت ميكروب شديد جدا في الجسم، ممكن يؤدي إلى عتمات في القرنية يتولد بيها الطفل. دي من الحاجات اللي يتولد بيها، دي حاجات مهمة جدا لازم أخلي أي أم حامل تخلي بالها كويس قوي من ال4 حاجات اللي قلت عليها دي. دكتور، لو حد عنده مثلا أو بيشتكي من قرنية مخروطية، هل دي ممكن تؤدي لظهور سحابات قرنية فعلا؟ برافو عليك. القرنية المخروطية من الحاجات المهمة جدا. ليه؟ لأن القرنية المخروطية هي 4 درجات، درجة أولى، ثانية، ثالثة، والرابعة اللي في الصورة دي. يعني دي آخر مرحلة. دي آخر مرحلة. تمام، نوضحها. اللي هي إن القرنية ابتدت ترفع 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 لغاية ما الجدار ما يقدرش يستحمل ضغط المية اللي جوه العين، ضغط السائل اللي جوه العين. فراح جزء من الغشاء طق، خد السائل اللي جوه العين دخل جوه جدار القرنية، تكون عتامة أدت إلى سحابة. دي نتيجة إهمال علاج القرنية المخروطية. لأن القرنية المخروطية لو اتعالجت في التوقيت الصحيح ما بنوصلش للمرحلة دي إطلاقا خالص. دي آخر مرحلة اللي هي يستحيل معها العلاج العادي، لازم نتدخل جراحيا. طب حضرتك ذكرت مرحلة أولى وثانية وثالثة، بس عايزين نعرف مشاهدينا عليهم سريعا بسرعة. القرنية المخروطية هي 4 درجات على حسب سمك القرنية، وعلى حسب تحدب القرنية، وعلى حسب وجود المخروط فين في القرنية. كل ما بقت القرنية أقل سمكا بمرور الوقت، لأن عندي عيب في القرنية، العيب معناها أن القرنية بترفع وبيحصل بروز أمامي للقرنية. الأولى والثانية هما اللي يكون سمك القرنية لا يتعدى ل 440 والتحدب ما يزيدش عن 50 51 52.
الثالثه ان احنا التحدي يبقى اكتر من 54 ويبقى سمك القرنيه بيصل لحوالي 400 410 ممكن في بعض الحالات 390 لكن لسه ما حصليش سحبات داخل القرنيه. دي المراحل اللي ممكن احط فيها الحلقات وممكن اعمل فيها التثبيت. لكن لو كسرنا حاجز ال 350 او حصل سحبات على القرنيه دخلنا في المرحله الرابعه اللي هي لازم التدخل فيها الجراحي. دكتور لو حد كمان بيعاني من قرحه القرنيه، هل ده كمان بيبقى ليه دور في ظهور سحبات القرنيه؟ 100%، لان قرحه القرنيه بانواعها سواء البكتيريه او الفيروسيه او نتيجه الفطريات، لو لم يتم تشخيص القرحه بنوعها في مرحله متقدمه وخدت علاج صحيح يؤدي الى تدهور الحالة، تآكل أجزاء كثيرة من غشاء القرنية، تخف القرحة بس بتكون تليفات في القرنية اللي هي بنسميها سحبات القرنية. كده نأكد بقى يا دكتور على المشاهدين ان ظهور اي ألم او تعب على طول نروح نعمل زيارة لدكتور العيون، لان ده بيساعد ان احنا نتفادى اي مشكلات بعد كده. مظبوط. حمار العين، التهابات، وجود صديد في العين بقى اللي هو العماص او الافرازات، او تغير في حده الرؤيه، 4 مؤشرات تستدعي وصول المريض الى طبيب العيون. عشان فكره ان الناس بتتكاسل، دي حاجه بسيطه مش مشكله، دي اكتر حاجه بسيطه وتتحول الى حاجه كبيره. حاجه كبيره اكيد يا دكتور. طب عايزين بقى يا دكتور نعرف انواع سحبات القرنيه ايه هي؟ طيب احنا عندنا السحبات على حسب حجمها، على حسب موقعها في القرنيه، وعلى حسب كثافتها. 3 أنواع. على حسب موقعها يعني هي سحابة مركزية أو جار مركزية أو بعيدة عن مركز الإبصار أو واخدة كل جدار القرنية. دي 4 أنواع. أو التقسيمة الثانية إن أنا أقول هل هي سحابة في الغشاء الخارجي السطحي للقرنية ولا في التلت الأولاني ولا في تلتين القرنية ولا واخدة كل جدار القرنية. دي 4 درجات. أو تكون سحابة على زي كده، لو قلنا دي مادام أنا مش قادر أشوف ما وراء السحابة دي تعتبر سحابة كثيفة. خدت قد إيه من القرنية من سمكها عن طريق الفحص الإكلينيكي على الجهاز مصباح الشق اللي هو الجهاز الفحص العين، وكمان لما أعمل أشعة على القرنية بنسميها أشعة الUBM أو الOCT اللي هي الأشعة المقطعية على قرنية العين، أشوف سمك كثافة السحابة قد إيه وبقالها وفاضل لها قد إيه من القرنية فيها لمعان، وهي واخدة قد إيه من جدار القرنية سواء بالسمك أو بالعرض. لأن على أساس الدرجات، تقسيمة درجات السحابات على أساس اختيارنا للعلاج قدام. مهم قوي تحديد مكان الإصابة، مكان السحابة. دي سحابة كثيفة مركزية. دي من أشد السحابات. كمان بيبقى عندنا اللي وراها أعتقد هتبقى سحابة كثيفة جدا اللي هي بتبقى مركزية كثيفة نتيجة التهاب، أو دي كثيفة جدا وممكن يبقى معاها كمان التصاقات بالجزء البني أو الأخضر أو الأزرق اللي عندنا من كتر إن الكثيفة ممكن يبقى كمان القزحية لازقة في القرنية من جوه، ودي مرحلة متقدمة جدا من سحبات القرنية. ومهم قوي كمان أعرف السحابة دي بقالها قد إيه في العين، لأن وجودها في العين قد إيه يعتمد بعد العلاج رؤية المريض هتبقى قد إيه. كل ما كان السحابة في مرحلة عمرية صغيرة موجودة، ده معناها إن الطفل لما يكبر هيبقى رؤيته بالعين اللي فيها السحابة قليل قوي. وكمان لو أنا فكرت إن أنا أعمل تدخل علاجي للسحابة المركزية دي أو للسحابة اللي في العين في طفل صغير لما يكبر مثلا، حدة الرؤية بتبقى صعبة جدا إنها تتحسن، لأن العين دي زي ما يكون جبت غيار وغطيت العين لفترة سنين وبعد كده شلت الغيار وقلت العين بص مش هيشوف حاجة، لأن هو ما اتعلمش يشوف بالعين دي، فبما يسميها كسل العين. عشان كده كل ما قدرت أعالج السحابة بسرعة
كل ما قدرت ان انا احافظ على الرؤيه في العين دي. يعني عايزين ناكد تاني يا دكتور على ان كثافه سحابه القرنيه بتؤثر على الرؤيه 100%. عايزين ناكد عليها ونوضحها اكتر للمشاهدين. كل ما كانت السحابه خفيفه وغير كثيفه تاثيرها على مستوى الرؤيه قليل. كل ما كانت السحابه مش مركزيه جار مركزيه تبقى تاثيرها على الرؤيه قليل. يبقى لو مركزيه كثيفه بقالها فتره طويله تاثيرها على الرؤيه بيبقى كبير جدا. طب عايزين نتكلم بقى يا دكتور ازاي بنشخص السحابات القرنيه؟ كويس. الاول لازم اتاكد، يعني هبص على بالجهاز الفحص العين هلاقي في جزء ابيض على قرنيه العين. بالفحص هيقول لي هل السحابه دي اماميه ولا خلفيه. طيب افرض انا عايزه اتاكد هل هي واخده كل الغشاء ولا جزء منه. طبعا بالفحص ممكن اعرف، لكن في سحابات كثيفه جدا ما اقدرش اوصل ما وراء السحابه عشان اقدر اشوفها بالفحص العادي عندي في العياده. فبضطر اعمل اشعتين تانيين عباره عن ايه؟ اشعه تعدي زي الموجات الصوتيه تعدي جوه جدار القرنيه كله وتديني صوره. الصوره دي هتقول ايه؟ هتحسب لي نسبه العتامه قد ايه ونسبه الجزء القرنيه الذي لم تصبه العتامه قد ايه. على اساس ده مهم قوي هتجه في العلاجات المختلفه. فالحاجتين المهمين ان انا افحص العيان كويس قوي. 2 اتاكد ان نوع العتامه دي هل هي عتامه بس في القرنيه ولا واخده جزء من القزحيه اللازق فيها. والحاجه الثالثه اشوف كثافه العتامه قد ايه جوه القرنيه عشان اقدر اعالج العين بعد كده. دكتور عايزين بس من حضرتك توضح لنا نقطه، هل سحابات القرنيه دي بتبقى موجوده واسعه الانتشار على القرنيه كلها ولا بتبقى واخده حيز صغير من القرنيه؟ عايزين ناكد برضو على النقطه دي. حاجات وحاجات، يعني لو في بعض الناس تبقى سحابه صغيره مركزيه صغيره زي ما قلت، او واخده جزء من القرنيه او واخده كل القرنيه، على حسب نوع سبب الاصابه او سبب تغيرات في الجسم، لان ممكن بعض الامراض في الجسم اللي تصيب الكبد او الكلى من ضمنها تعمل سحابات في القرنيه. بتغير الطبيعه، القرنيه بتاخد التغذيه عن طريق السائل اللي جوه العين والخلايا الخلفيه للقرنيه. بعض الامراض اللي بتبقى موجوده في الكلى وفي الجسم بتؤثر على الوظائف الحيويه للخلايا اللي على سطح القرنيه الخلفي. لو اثرت على سطح القرنيه الخلفي ما تعديش الصوديوم والبوتاسيوم والحاجات اللي هي الاملاح اللي بتحافظ على كفاءه القرنيه، فتؤدي الى دخول كميه اكبر من السائل، يظهر عتامه للقرنيه في مرحله عمريه متقدمه شويه. دكتور عايزين نفرق اكتر يا دكتور ما بين سحابات القرنيه وما بين الميه البيضاء، لان ممكن كتير قوي ما بنبقاش فاهمين يعني ايه الفرق ما بينهم، ايه ميه بيضاء وايه سحابه القرنيه. صح. السحابه في القرنيه هي عتامه في القرنيه الشفافه اللي بتلمع اللي قدام، اللي هي دي مثلا اللي في الصوره دي ميه بيضاء. الميه البيضاء هي عتامه في العدسه البلوريه اللي جوه العين. السحابات القرنيه هي عتامه في القرنيه الخارجيه للعين، اللي هي اول فتحه، اللي هي لو هي بتلمع اقدر اشوف القزحيه بتاعت العيان اخضر بني ازرق، اشوف الحدقه بتاعته اسود. معنى ان انا شفت الالوان، الحدقه السوداء اللي هو البؤبؤ العين ده، او القزحيه الاخضر او الاحمر او الاخضر او الازرق او اي الالوان، معناها ان القرنيه بتلمع خالص. لو انا شفت كل ده لكن في النص الجزء الاسود مش شايفه، معناها ان انا عندي عتامه في العدسه البلوريه ميه بيضاء. ده الفرق. دي حاجه ودي حاجه. هل ممكن الاثنين يبقوا مع بعض؟ ممكن الاثنين يبقوا مع بعض. ممكن يبقى عندي سحابه بالقرنيه وفي نفس الوقت عندي ميه بيضاء في العين. ممكن الاثنين يبقوا موجودين. وفي الحالات دي ان لما اشيل الميه البيضاء برضه هبتدي افكر هل اشيل الميه البيضاء بس ولا اعالج كمان القرنيه. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على قد ايه كثافه السحابه. لو السحابه خفيفه يبقى هعمل ميه بيضاء بس، لكن لو السحابه كثيفه وعندي ميه بيضاء كامله يبقى لازم اعمل الاثنين، اعالج الميه البيضاء واعالج القرنيه في نفس التوقيت. طيب يا دكتور، ايه الامراض الوراثيه اللي ممكن تكون موجوده فعلا وتسبب سحابات في القرنيه؟
عند المريض. امراض اللي هي بتتنقل عن طريق الام خدت زي ما قلنا الاول ادويه مختلفه بتغير الصفات الوراثيه، اتعرضت لاشعاع، جواز الاقرباء من ضمن الحاجات اللي تؤدي الى كده. بعض امراض زي المورفين بيبقى عندهم ميه بيضاء متكون العدسه المدخليه ممكن يحصل فيها ميه بيضاء. ممكن حاجات عيوب خلقيه في الكلى، الطفل بيبقى مولود ممكن يبقى معها تغيرات في عدسه العين. ممكن حاجات زي بعض السندرومات اللي هي يبقى عنده ما بيسمعش كويس وعنده ميه بيضاء، ممكن يبقى عنده شويه عتامه في حاجات كتيره جدا من ضمن الحاجات الوراثيه. طب عايزين نتكلم اكتر يا دكتور، ازاي بقى لما حضرتك مريض بيجي لحضرتك وعنده سحابات قرنيه، حضرتك بتبتدي تتعامل معاه ازاي؟ كويس. الاول اتاكد على حسب سبب الاصابه، سبب العتامه. لو لقيت ان سبب السحابه دي وجود رموش مقلوبه، يبقى اعالج الجفن واعالج الرموش الاول قبل اي حاجه خالص، وبعد كده ادي للمريض ادويه معينه نحاول نرجع كفاءه القرنيه اللي بتلمع. دي اول حاجه. طيب افرض جالي نتيجه ان عنده قرحه بالعين والقرحه لسه بتتعالج، يبقى انا هحاول اوصل لتشخيص بسرعه للقرحه واحاول اعالج القرحه بقدر الامكان عشان اخلي السحابه لو هتتكون تبقى خفيفه جدا ما تبقاش كثيفه. طيب افرض جالي سحابه كامله دلوقتي. السحابه الكامله دلوقتي لازم اعرف درجه السحابه، لانه على اساس درجه السحابه على اساس التدخل الجراحي اللي قدام اللي انا هقرر انواع العلاجات بعد كده. الحاجه الرابعه ان انا ابص على العين التانيه. ليه؟ لان وجود العين التانيه، افرض مثلا العين جايلي هو دي العين الوحيده اللي كان بيشوف بيها، والعين التانيه مثلا فيها اي حاجه، فيها مثلا ضمور بالعصب لكن القرنيه فيها بتلمع. دي حاجه كويسه جدا. ليه؟ لان نقل القرنيه من عين لعين في نفس المريض لو عنده عين ما بتشوفش خالص النور نتيجه ضمور كامل بالعصب، والعين اللي كان بيشوف بيها حصلت له قرحه فيها مثلا، يبقى لو نقلت القرنيه من عين اللي هي قرنيه فيها سليمه لكن العصب فيها ميت للعين اللي فيها العصب سليم بس القرنيه بس اللي حصل فيها عتامه، افضل نسبه نجاح، لان ده بنسميها نقل العضو من نفس العضو من نفس المريض. دكتور نستاذن حضرتك ناخد تليفون معانا. استاذه ناديه، الو مساء الخير. خير. مساء الخير، اتفضلي بسؤالك. انا يا دكتور عندي مشاكل في الرجال. انا مغيره صمام مترالي من سنه 99. استاذه ناديه معلش ممكن توضحي الصوت اكتر؟ علي صوتك. انا عندي الصمام المترالي مغيراه من سنه 99 ومن حوالي سنه 2012 حصل عندي كذا جلطه في المخ. تمام، جلطه في المخ. كذا واحده يعني. تمام. يعني من اكثر من 5 جلطات. بس من ساعتها انا ما بشوفش كويس بعينيا من الجزء اليمين، يعني لو دخلت عيني اليمين وشفت بالشمال بيبقى جزء اليمين في جزء مختفي. تمام. لو العكس برضه نفس الموضوع. هرد على حضرتك حالا. شكرا لحضرتك. بس تكمل حضرتك، انا عملت رنين مغناطيسي على المخ. انا كل ما بروح لدكتور المخ العينين بيقول لي عينيك سليمه ما فيهاش حاجه. هرد على حضرتك يا نادي. شكرا لحضرتك، الدكتور هيجاوب عليكي. اتفضل يا دكتور. مدام ناديه عندها القصه فعلا زي ما هي بتروح لكل ما تروح دكتور العيون يبص على عينها ويقول لها عينك كويسه جدا. وفعلا كده هي الجلطات اللي بتيجي في المخ تصيب مركز الابصار في المخ. الجلطات اللي جات لها اكيد اصابت مركز الابصار. يبقى العين سليمه، العصب العين سليم لغايه ما يوصل للمركز الابصار اللي في المخ. الجلطه اصابت مركز الابصار لكن باقي التراك كله او باقي الطريق كله للعين سليم، عشان كده العين نفسها سليمه. زي ايه؟ زي مثلا انا عندي تلفزيون سليم جدا وحاطط الفيشه شغال، شلت الفيشه، ايه اللي بايظ؟ الفيشه عشان ما دخلتش جوه الكوبس، لكن باقي الطريق كله السلك سليم، التلفزيون سليم. اول ما وصل الكوبس يشتغل التلفزيون. هو عندها الكوبس نفسه مش شغال، اللي هو الحته اللي بتشوف مركز الابصار في المخ. فدي علاجها بيبقى اكتر مع دكاتره المخ واعصاب. ولو طبعا اصابه شديده يعني واكله تماما مركز الابصار بيبقى العلاج فيها صعب شويه. معانا تليفون اخر، معانا استاذه دولت. الو مساء الخير. ايوه مساء النور يا فندم. مساء الخير، اتفضلي بسؤالك. ايوه
اتفضلي. انا عندي ولد يعني سنه حاليا 44 سنه، وبعدين عنده عتمات بالقرنيه، والقرنيه فلات فلات. فكنت وديته الدكاتره كتير قوي وهو صغير، قالوا ما ينفعش عمليه قرجاش قرنيه لان القرنيه هتفرد لان قرنيته فلات. ما لقيناش حل خالص. ابتديت اروح لدكاتره تاني يقول لك نضاره، بس انا خايفه فيما بعد يجي ميه بيضاء ميه زرقاء، هتتعمل ازاي ديت؟ طيب مدام دولت، هو بيشوف بالعين؟ بيشوف بالعين او بيتحرك في البيت؟ لا يعني بيشوف كويس بالنضاره الطبيه اللي معموله؟ لا ما بيرضاش يلبسها لانه ذكاء قليل شويه، ما مش غاوي يلبس نضاره. يعني هو كمان عنده عيب في لا بس مش قوي يعني ذكاء، يعني معقول يعني، بس مش عايز يلبسها. تمام، لكن بيشوف كويس؟ لا ما بعتبرش يشوف قوي، بس ماشي نفسه في البيت. اوكي، لكن العتامه دي منذ الولاده؟ من الولاده، جواز قرايب زي ما قلت. تمام. طيب هرد على حضرتك. شكرا لحضرتك استاذ دولت، اتفضل. يا دكتور. هو زي ما قلت ان دي عتمات منذ الولاده، ودي لازم كانت تتعالج بدري، لان احنا كل ما سيبنا العتامه في العين، حتى لو شلنا العتامه دلوقتي نسبه رؤيته قليله. الحاله الثانيه، الحاجه اللي انا لاحظها في التليفون، ان حتى نسبه تركيزه قليله شويه، فيبقى عنده كمان هتلاقي اكيد نسبه العصب البصري ضعيفه شويه. انا الكل اللي انصحه في الحالات دي ان لو النضاره بتحسن شويه يلبسها، لكن تغيير القرنيه في المرحله دي مش هيفيد كتير. دكتور، هي بتقول ان كمان هي خايفه من وجود بعد كده ميه بيضاء. العتمات مالهاش علاقه بالميه البيضاء خالص. يعني العتمات دي في الجدار الامامي للعين. فهل ممكن تحصل ميه بيضاء او ما تحصلش؟ ما حدش يعرف. لكن طبعا في الامراض اللي فيها حاجات وراثيه، من ضمن اجزاء العين هي عدسه العين، وممكن يحصل مع تقدم العمر يحصل ميه بيضاء طبعا، وما فيهاش مشكله تتعمل الميه البيضاء، وما فيهاش مشكله خالص. نرجع تاني يا دكتور لسحابات القرنيه. حضرتك قلت ممكن تبقى كثيفه قوي او كثيفه او بسيطه، عايزين نعرف ازاي بنتعرف على كثافه السحابات القرنيه. زي ما قلنا، احنا قلنا ان السحابه الكثيفه هي اللي تؤثر على الرؤيه بشده. يعني في سحابات تبقى خفيفه واقدر اخلي العيان يشوف العلامات، يشوف كويس العلامات، لكن حاسس ان كانه مصنفر الرؤيه شويه. وفي سحابات كثيفه ابقى مستوى الرؤيه ضعيف جدا، اقل من متر او مترين، ودي معناها ان انا جبت قدامه ازاز مصنفر كامل وبقول له بص، فطبعا مش شايف حاجه. فدي معناها سحابه كثيفه. وزي ما قلنا برضو ان احنا بالفحص العادي على الجهاز، وفي نفس الوقت بالفحص اللي هو الاشعاعات اللي بنعملها على القرنيه اللي بتحدد كثافه العتامه اللي موجوده في القرنيه. طب ازاي بقى بنبتدي في معالجه سحابات القرنيه؟ ازاي بنتعامل مع مريض سحابه قرنيه؟ لازم يبقى عارف ان اي علاج للقرنيه بياخد وقت في حاله السحابات. اي تدخل سواء الليزر اللي هنعمله او الجراحه، لازم نفهم المريض ان دي عتامه في عدسه، او عتامه في القرنيه اللي بتلمع اصلا طول عمرها. احنا بنعالجها عشان تجيب نتيجه. في الليزر ممكن تجيب نتيجه في خلال اول 3 شهور، لكن في ترقيع القرنيه سواء الامامي او الخلفي بتاخد مثلا من 6 شهور لسنه عشان يوصل المريض للرؤيه الكامله. فلازم اتكلم مع المريض وافهم معاه. ده مهم قوي. لازم افهم المريض ان ده موضوع مش سهل، مش زي مثلا عمليه ميه بيضاء، مش سهل زي عمليه تصحيح ابصار ليزك مثلا. لو فهمته ليزك المريض تاني يوم يشوف، لا مش تاني يوم يشوف ابدا. الحاجه التانيه لازم اهيئه نفسيا ان عمليات علاج القرنيه ممكن تتعاد مره واثنين، لان في نسبه رفض. فلازم برضو ابقى مهيئ المريض لكده. دكتور استاذن حضرتك ونرجع نكمل طرق العلاج، بس معانا التليفون، معانا استاذه رانيا. الو، مساء الخير. مساء الخير حبيبتي. مساء الخير، اتفضلي بسؤالك. انا بس كان من اسبوعين كده كان حصل لي زي دور سخونيه، وبعدها بفتره لقيته اثر على عينيا، اني اثر ازاي؟ الرؤيه مش واضحه. تمام. يعني في العين اليمين بس. انه طلبوا مني اشعه مقطعيه على العين، رحت على الشبكيه يعني. ايوه. قالوا لي ان في ارتشاح. انت حضرتك عندك سكر؟ لا، ولا سكر ولا ضغط ولا اي حاجه، بس انا بلبس عدسات لاصقه طبيه يعني. تمام. عندك قص نظر شديد؟ تمام. قال لك في ارتشاح في مركز الابصار، ولا قال لك ارتشاح دموي تحت مركز الابصار؟
هو ما وضحش، هو قال لي ارتشاح في الشبكيه على مركز الابصار. تمام. يعني الرؤيه مش واضحه خالص قصادي، حاسه ان انا هقع مزغلله. عندك كام سنه يا مدام رانيا؟ 30. 30 سنه. تمام. هرد على حضرتك حالا. شكرا لحضرتك الدكتور، هيجاوب عليكي. اتفضلي. الارتشاح اللي في مركز الابصار في السن ده وهي بتلبس عدسات لاصقه، معناها لو هي نظرها عندها قصر نظر شديد، الموضوع ملوش علاقه بالسخونيه خالص، ليه علاقه ان القصر النظر الشديد ممكن يؤثر على مركز الابصار، يؤدي الى بنسميه ارتشاح دموي تحت مركز الابصار نتيجه ان قصر النظر الشديد، فده يؤدي الى ارتشاح في مركز الابصار. ده ممكن جدا. ولو لقينا ارتشاح، دلوقتي العلاج بقى سهل جدا، العلاج بقت متوفره، الحقن اللي بنحقنه جوه العين، كل ما حقنا بسرعه كل ما النتائج افضل، كل ما تاخر المريض كل ما الارتشاح بيؤدي الى تليف، يفقد الرؤيه بسهوله جدا. فنصيحتي ليها لو تشخص ارتشاح وتشخص لها الحقن، تتوجه بسرعه للحقن. الحقن بيبقى غالبا بدايته بنقول 3 جرعات اساسيه، حقنه كل شهر لمده 3 شهور، وبنعيد الاشعه المقطعيه مره كل شهر، ونشوف الارتشاح بقاله قد ايه، نزل ولا ما اتحسنش. كل ما كان بدري العلاج كل ما النتيجه بقت مرضيه جدا للمريض. اكيد يا دكتور. نستأذن حضرتك نخرج لفاصل، مشاهدينا استنونا بعد الفاصل ومكملين حلقتنا. اهلا بيكم مره تانية مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين موضوعنا عن سحبات القرنيه وايه هي اسبابها وطرق علاجها من دكتوري اللي مشرفني دكتور اشرف ارميه، استشاري طب وجراحه العيون، استشاري جراحات القرنيه والميه البيضاء وتصحيح الابصار بالليزر، زماله كليه الجراحين الملكيه بانجلترا. اهلا بحضرتك يا دكتور، مشرفني. اهلا بيك يا دكتور. عايزين نتكلم اكتر بقى باستفاضه يا دكتور عن طرق علاج سحبات القرنيه. طيب احنا قلنا ان احنا الانواع القرنيه قلنا نوعين، قلنا كذا، قلنا قلنا اللي احنا الاول قلنا انها الجزء الامامي او الجزء الامامي التلت الاولاني او التلتين او الكل. على اساسها بنشوف بقى لو هي الجزء الامامي خالص، يعني بنتكلم انها واخده حوالي اقل من 50 مايكرون من الكورنيا، وده بيبان بالأشعة اللي هي المقطعية على القرنية. في الحالة دي ممكن أعمل حاجة اسمها ليزر، في صور جاية. دي الحاجة المتقدمة جدا، حاجة اسمها PTK. اللي هي ايه بقى؟ PTK ان انا انزل ليزر اللي هو ده، ودي حاجة كويسة جدا في الناس اللي عندهم قرنية ما تتعداش 50 مايكرون من القرنية. ممكن انزل ليزر على القرنية، ياكل القرنية، يشيل، كأني ايه، عملت قشط بالليزر، عملت قشط بالليزر على القرنية للجزء الأمامي كله، وشلت معاه السحابة كلها. كويس. وبعدين أحط للعيان عدسة لاصقة تتساب لمدة من 10 أيام ل 10 أيام، كأني جرحت الجلد بالعتامة وأديت فرصة للخلايا تيجي من بره ترجع تلم من غير سحابة. ده امتى؟ في السحابات اللي هي أقل من 50 مايكرون، مش السحابات اللي أكتر من كده. دي بتبقى ميزة جامدة جدا، ونسبة النجاح عالية، والعيان بيبقى مبسوط بالرؤية بعدها، وتقريبا ما بيبقاش فيه عتمة خالص بعد كده. طيب افرض عملت الأشعة المقطعية على القرنية ولقيت ان السحابة واخدة تقريبا تلت الأولاني من القرنية. احنا عندنا 3 أنواع من زرع القرنية. قرنية في الجزء التلت الأولاني اللي هو ده، ان انا اشيل الجزء التلت الأمامي اللي فيه السحابة واحط حتة صغيرة من قرنية جديدة، او القرنية تبقى اتقل من كده، يبقى شلت تلتين القرنية زي كده. الجزء الازرق اللي فوق، شايفين الجزء الازرق اللي فوق؟ شايل ده الجزء اللي شلته اللي هو تلتين القرنية. او الصورة اللي وراها ان انا شلت كل القرنية كلها على بعضها، الجزء الازرق ده هو كل القرنية. اضطريت لان لقيت السحابة
كثيفه جدا. ما دام كثيفه جدا ما اقدرش اشيل جزء منها واسيب الباقي، يبقى لازم اشيلها على بعضها. يبقى دي 3 درجات من تريع قرنيه، يا اما الجزء الامامي التلت الاولاني او تلتين او كل القرنيه. الانواع ال3 يتعملوا بالجراحه وبالليزر، بالفيمتو ليزر الجديد. زمان كنا بنعملها بالجراحه، لكن دلوقتي تقنيه الفيمتو ليزر خلت ان قطع القرنيه بيبقى افضل. دي الجراحه القديمه، ان احنا كنا بنشيلها بالمقص، بنقص العتامه. صوره صعبه شويه، انا عارف الناس اللي هتبص، لكن هي دي بنشيلها بالمقص ده عشان نوريهم قد ايه العلم متقدم يا دكتور. بالظبط، وقد ايه العمليه صعبه جدا، وقد ايه المريض لازم يتحمل الرؤيه بعد كده. او بالليزر، ان انا قطعت القرنيه بالليزر، لو بصيتوا على حرف القرنيه هتلاقوه زي الزجزاج، وده ميزه الفيمتو، ان انا اقدر ارسم حرف القرنيه يبقى عاشق ومعشوق، بحيث القرنيه اللي احطها تبقى مقلوب كانها زي السنون يخشوا في بعضهم، فيبقى التحام الجرح اسرع، التحام الجرح افضل، والمريض يخف اسرع من العلاج الجراحي، من العمليه الجراحيه. مهم قوي ان انا اختار الطريقه الصحيحه لعلاج قرنيه العين اللي فيها السحابه. يعني ما تبقاش سحابه خفيفه واروح اعمل للعيان قرنيه كامله، يبقى ما لهاش اي لازمه. وما تبقاش السحابه كثيفه واشيل جزء من السحابه واسيب الباقي. يعني كثافه السحابه يا دكتور هي دي اللي بتقول لنا ايه طريقه العلاج بالظبط كده. قد ايه هجيب زرع قرنيه، هل قرنيه كامله، جزء من القرنيه، تلتها او تلتين، على حسب كثافه العتامه اللي في القرنيه. مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان لازم، لو افرض مثلا لو المريض عنده مع القرنيه عنده جسمه اصلا فيه امراض، ضغط دم، او عنده سكر، او عنده مناعته قليله، الحاجات دي لازم دكتور باطني، لازم يبقى متابع دكتور باطني، ولازم يديني موافقه ان هو حاله الجسم العامه بقت كويسه. لان من اهم الاسباب اللي ممكن يترفض فيها القرنيه ان المريض يبقى عنده امراض زي السكر وغير منتظم، يحصل التهابات في القرنيه ما بعد العمليه، او يكون الضغط الدم غير منتظم ويحصل لي مضاعفات اثناء العمليه وانا شغال، يحصل نزيف حاد في العين وانا بفتحها، حاجات كتيره جدا. او يكون عنده نسبه سيوله عاليه، بياخد ادويه للسيوله نتيجه عنده امراض في القلب، او مركب دعامات، او عنده امراض لزوجه للدم فماشي على ادويه للسيوله عاليه. فلازم اتاكد ان نسبه السيوله كويسه قبل ما ادخل المريض اوضه العمليات. دي منتهى الاهميه في حالات القرنيه. ليه؟ لانه عندي نسبه كبيره من عمليات القرنيه بعملها تحت بنج كلي، فلازم يكون ضغط الدم كويس، ما عنديش امراض سيوله عاليه، دي مهمه جدا. لازم السكر لازم يبقى منتظم، دي مهمه قوي. ولو عندي التهابات داخل العين لازم تعالج بكفاءه قبل ما ادخل المريض للتريع القرني. يعني حاله المريض يا دكتور دي مهمه جدا قبل ما يخضع للعمليه، مهمه جدا 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 في نجاح العمليه حتى، ونسبه رفض القرنيه بعد العمليه. دكتور استاذن حضرتك معانا اتصال تليفوني، معانا استاذ خليل. الو مساء الخير. استاذ خليل الو مساء الخير. وردي مع حضرتك يا فندم. استاذ وردي الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اتفضل بسؤال حضرتك. السؤال استاذن حضرتك يا دكتور. اتفضل. كنت انا كان جالي سحابه اثناء الحصبه وانا طفل. تمام. في عين الشمال. كان عندك كام سنه يا استاذ خليل ساعتها؟ كان عندي حوالي 12 سنه تقريبا، 10 سنين حاجه زي كده يعني. تمام. فاكر انا في العينتين ولا عين واحده؟ لا، في عين واحده اللي هي العين الشمال. تمام. فجيت بعد ما كملت 60 سنه جالي ميه بيضاء. تمام. فروحت اعملها. ايوه. الدكتور قال لي ده انت عندك سحابه على العين. تمام. قلت له يا دكتور السحابه طول عمرها في عين وانا بشوف كويس والحمد لله. تمام. فعمل لي العمليه. تمام. بعد العمليه حصل في عيني اعراض، يعني للرؤيه كويسه، هي حته سحابه خفيفه كده بشوفها،
يا دوب مدغبشه يعني رؤيتها كويسه. تمام. بعد العمليه قلت له يا دكتور ده عيني انا ساقط بقى، في اعراض في عيني، بحس بجفاف، بحس ان العين متغلفه، بحس انها بتألمني، بحس ان فيها دموع. تمام. قال لي لا الاعراض دي هتروح. المهم الاعراض ما راحتش، فرحت الله يرحمه طبعا اتوفى الدكتور، فرحت لدكتور تاني. تمام. الاثنين اساتذه. قال لي انت عينك محتاجه حاجه اسمها مسح عتامه، بس مش هشيل لك العتامه كلها، هيتشال حوالي نصها او تلتينها. تمام. قلت له ماشي وعملتها. تمام. الرؤيه اتحسنت كويس، بس الاعراض ما زالت موجوده، ورحت له كذا مره وكذا كشف وهي الاعراض، وبعدين رحت لواحد ثالث كله اساتذه طبعا. طيب انت عندك اي امراض في الجسم يا استاذ خليل؟ امراض، انا عندي السكر. تمام. عندي سكر وكان عندي فيروس سي وتعالج. تمام. عندنا اي امراض في العظم؟ روماتويد؟ لا مفيش. هو السكر والفيروس تعالج. تمام. هرد على حضرتك. ضغط مفيش، حاجه زي كده مفيش. هرد على حضرتك. شكرا لحضرتك. الدكتور هيجاوب عليه. اتفضل يا دكتور. طيب حاله كويسه يعني، هو سحابه قديمه بس الواضح ان السحابه ما كانتش كثيفه، فكان بيشوف كويس لغايه ما كمل 60 سنه، جات له ميه بيضاء، عمل ميه بيضاء، رجع يشوف الرؤيه كويسه زي ما كان بيشوف ايام السحابه. جاله اعراض اللي هي نتوقعها، لان القرنيه اللي هو فيها سحابه بتبقى مش صحيه كامله، فممكن بعض الناس اللي يبقى عندهم سحابات على القرنيه ممكن بعد عمليات الميه البيضاء بالعلاجات اللي بنديها بعد العمليه بكثافه شويه يجي له شويه جفاف في العين. الجفاف ده يخليه يحس بالآتي، يحس ان زي الرمله في العين، العين ناشفه، عايز يقفلها كتير، يحس بحاجه بتتحرك جوه العين. الحاجه الثانيه كمان ان ممكن بعد عمليه الميه البيضاء يحس شيء زي النمل قدامه ده، وده بيحصل شويه تغيرات في الجسم الزجاجي اللي جوه العين، ودي حاجه ما تقلقش كتير طول ما الشبكيه كويسه. فهو لازم ياخد ادويه للدموع كتير عشان يعوض الدموع، ولازم برضو القشط اللي عمله على القرنيه ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وده حاجه كويسه لان واضح ان السحابه مش كثيفه، فهو عمل بس القشط اللي بالليزر، ودي حاجه هتخليه يشوف احسن، وفعلا هو شاف احسن بعد حتى القشط. اللي فاضل اللي هو الجفاف ده، دي علاجات قطره ومراهم معينه ملطفات ياخدها وهتبقى الدنيا كويسه جدا معاه. يا دكتور، هو معنى ان السحابه مش كثيفه ما اروحش للدكتور برضه وادعي لي؟ يعني هو تقريبا 48 سنه بالسحابه القرنيه اللي عنده، هل ده يعني ممكن اي حد بيسمعنا دلوقتي لا ما هي بسيطه حاجه مش لازم اروح؟ لا عايزين ناكد بقى يا دكتور على النقطه دي. هو يمكن زمان كانت نسبه التقنيه كانت اقل من دلوقتي، التقنيه الحديثه يعني بصراحه الافكار دي ما كانتش موجوده زمان، فلما تطور الليزر ادى الى ان انا ممكن اشيل السحابه الخفيفه. بعض الناس كمان السحابه بتبقى خفيفه جدا، ممكن العين يشوف لها 6 9، فده مش عامل له حاجه، لكن ممكن تبقى السحابه مأثره على النظر يعني 6 18 وانا شايف انها كثيفه، لو شلت وكشطتها تتحسن بكتير قوي. لكن الواضح ان في الحاله دي ان السحابه ما كانتش كثيفه فعلا. الحمد لله. دكتور عايزين نرجع تاني لترقيع القرنيه، عايزين نعرف ايه مواصفات القرنيه الجديده اللي بنحطها للمريض. دي مهمه جدا جدا، لان اختيار القرنيه جزء اساسي من نجاح عمليه القرنيه. اولا لازم يكون مصدر القرنيه اللي جاي من بره، لان احنا ما عندناش في مصر لسه قرنيات نتيجه بعض الموافقات من دينيه ومجلس الشعب والكلام ده كان موجود زمان وتوقفت فتره كده. فاحنا طبيعي ان احنا بنستورد القرنيه دلوقتي خلاص. فاستيراد القرنيه كذا مراكز في العالم كتير بتورد القرنيه لاجزاء كتيره من العالم. لازم اختيار مركز كويس، لازم نتاكد ان القرنيه دي لا تحمل اي فيروسات، تبقى جايه بصلاحيه انها القرنيه ما فيهاش معالج منها، ما فيهاش ولا فيروس سي ولا ايدز ولا اي امراض تتنقل فيروسات للجسم. لازم اتاكد ان عدد الخلايا الخلفيه للقرنيه كويسه، وكمان لازم اتاكد من وقت الوفاه اللي خدوا فيها القرنيه، لان وقت الوفاه مهم قوي ان تكون القرنيه مش قديمه اتركنت، بنسميها فريش لسه جديده، ولازم تتنقل في فتره اللي هي حوالي 15 يوم، ولازم ازرعها بسرعه، لان القرنيه لو قعدت اكتر من 48 ساعه بعد ما توصل ما بتبقاش كفاءتها زي الاول. فعدد الخلايا يكون كافي لنقاء القرنيه، نوعيه القرنيه تكون كويسه ما فيهاش اي عتمات، مصدر القرنيه كويس،
ويجي معاها شهاده بمواصفات انها خاليه من اي فيروسات. ال5 حاجات دول في منتهى الاهميه، لان لو حصل في اي حاجه من الحاجات دي فيها مشكله، هيحصل مشكله في القرنيه، في العين اللي هتزرع فيها القرنيه بعد كده. دكتور حضرتك ذكرت اسباب رفض القرنيه، امراض قلب، امراض سكر او سيوله في الدم، هل في اسباب اخرى ممكن نرفض بيها القرنيه؟ طبعا احنا بنتكلم على جبنا جسم غريب، جبنا جسم من حته من انسان لانسان. الحاجه الوحيده اللي هي بنسميها مطابقه هو الانسان في الانسان. اي حاجه تانية اقل مطابقه. احنا ربنا خالق كيان وراثي واحد لكل انسان على وجه الارض. فاكتر حاجه لا ترفض لما بنقل حاجه لنفس المريض من نفس المريض. طب ايه الاقل، نسبه الرفض الاقل شويه؟ ان انا انقلها من اقرب الاقرباء، من الاب او الام او الاخ او الاخت. الاكتر من كده من القرابه الابعد من كده شويه. طب ليه يا دكتور؟ معلش نوضح. ليه؟ لان بيبقى الصبغه الوراثيه قريبه، مش مطابقه لكن قريبه. نسبه الرفض القرنيه لو ما حصلش اي التهابات او اي حاجه يكون نتيجه ان اختلاف الصبغات الوراثيه ما بقتش ماتشنج، ما قدرتش يوفق الخلايا دي مع الخلايا دي، فيبتدي يحصل فيها تفاعل، الجهاز المناعي يعلى لانه فهم ان ده حاجه غريبه، فبيتفاعل معاها، يتفاعل معاها يؤدي الى تغير الخلايا الخلفيه القرنيه، يؤدي الى عتامه مره اخرى للقرنيه اللي هي بنسميها رفض القرنيه. او حصل ميكروب في العين بعد العمليه، اي التهاب بكتيري، اي التهاب فيروسي، فيؤدي الى التهاب، الالتهاب ادى الى نشاط جهاز المناعه، يؤدي الى رفض القرنيه. او الغرز او قطعه القرنيه مش قريبه من بعض، عندي حتت مش مظبوطه كويس، فالحتت دي تبقى اماكن لبدايات رفض للقرنيه. كنت مستأذن حضرتك، معانا اتصال تليفوني، معانا استاذه مريم. الو، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي بسؤالك. مساء الخير عليكم. اتفضلي يا مريم. اتفضلي. انا بنتي عندها 12 سنه. ايوه. وكانت لما عندها 4 سنين جالها سحابه على القرنيه. لما كان عندها قد ايه؟ 4 سنين. 4 سنين، ايوه. جالها السحابه في سنتر القرنيه. السحابه دي جت نتيجه التهاب في العين؟ هو جالها يعني حاجات كده زي فصوص الابر كده، دبابيس كده حوالين العين كلها. تمام. ورحنا للدكتور واداها علاج وكده، بس تقريبا اداها يعني علاج معرفش كورتيزون او ايه، وغميت العين حوالي اسبوع. تمام. وبعد كده اكتشف بقى الدكتور قال لي لا ده في سحابه على القرنيه. تمام. من ساعتها بقى احنا كنا بنعمل تمارين وكده، طبعا كانت صغيره وكانت طبعا بتتعب من كتر غم العين وكده. تمام. تمارين هي دلوقتي وصلت 12 سنه ولسه السحاب موجوده، فبنعمل متابعه على طول. هل هي دلوقتي ليها عمليه بعد السن ده؟ هل هي بتشوف بالعين؟ هي بتشوف، بس هي الرؤيه مش واضحه قوي برضه. طب عندها ضعف بالعين، لابسه نظاره؟ هي عملنا حفظ نظر ليها، بس ما بتلبسهاش على طول، يعني هي مش من النوع اللي هي بتلبس النظاره على طول، بتقلعها شويه وتلبس شويه. طيب هرد عليك يا مدام مريم، هرد عليك. شكرا لحضرتك، الدكتور هيجاوب عليك. اتفضلي يا دكتور. طبعا هي السحابه من 4 سنين، هي عندها 12 سنه، فتره طويله جدا حقيقي. لكن لو لسه العين بتشوف وهي بتعمل تدريبات، هي شاطره، شاطره جدا لانها مستمره على تدريبات، ان احنا حتى لو رؤيه قليله ما خليش كسل في العين اللي فيها سحابه، معناها ان انا لسه المخ قادر انه يقبل صوره واضحه من العين اللي فيها سحابه، ودي حاجه كويسه. محتاجه تتفحص هل درجه السحابه عاليه ولا مش عاليه. لو لقيناها مش عاليه قوي، احنا ممكن نعمل قشط جزئي للقرنيه. القشط الجزئي للقرنيه ده يقلل درجه السحابه، فيدي رؤيه افضل قدام. ولما تكبر شويه نقدر نعمل ترقيع للقرنيه، لما تكبر يبقى عندها مثلا 30 سنه ولا حاجه، ممكن تعمل ترقيع قرنيه كامل. يعني لو السحابه مش كثيفه قوي، ممكن نعمل قشط جزئي ونسيب الباقي بس عشان ندي مستوى رؤيه افضل. وبعد كده لما عارفه ان احنا هنعمل الكلام ده على مرحلتين، مرحله دلوقتي ومرحله لما تكبر، وعلى حسب ما هيبقى على حسب الفحص طبعا، على قد هي بتشوف بالعين برضو نقدر نعمل. نستاذن حضرتك، معانا اتصال تليفوني اخر، معانا استاذه مريم. الو، مساء الخير. الو، مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي بسؤالك. لو سمحت عايزه اكلم دكتور اشرف. اتفضلي دكتور. اتفضلي يا مدام مريم. لو سمحت يا دكتور، انا كنت عايزه اخد راي حضرتك في حاجه. اتفضلي. هو انا من فتره، من حوالي 6 شهور، أيوه. كنت عملت كشف نظر، والدكتور قال لي ان كشف النظر عندي عين واحده بس ناقصه نص درجه.
ناقصه كام؟ وكتب لي مقاسات نص درجه. تمام. وكتب لي مقاسات نضاره وكده، وبعديها قال لي انت لو مش عايزه تلبسيها ما تلبسيهاش، هي كده كده الضعف حاجه بسيطه كويس ومش مستاهل النضاره. كويس. بعدها يا دكتور انا ما كشفتش تاني وسبت النضاره وما لبستهاش. بس الفتره ديت انا ابتدت تجيني حاجه زي ابره في عيني، وعيني ما بقتش بشوف خالص غير لما اضيقها قوي عشان اشوف، وفي على طول نبضه في عيني جامده. ما انت كام سنه يا مريم؟ انا عندي 20 سنه. انا رايي الخاص ليكي انك تتوجهي تاني للدكتور يكشف عليكي مره تانية، ممكن يكون النظر ضعف تاني، هتحتاجي نظاره تلبسيها بقى. ما انا رحت يا دكتور بس قال لي ان هو احتمال يكون في سحابه على العين عشان خاطر النظر. ما عندناش حاجه في الطب اسمها احتمال، احنا بنفحص المريض يا يبان السحابه يا ما تبانش السحابه، لكن ما فيش احتمالات عندنا في الطب خالص. ماشي يا دكتور، متشكره خالص. العفو. شكرا لحضرتك. دكتور نرجع تاني للسحابات القرنيه. لو طفل يا دكتور اتولد بيها بقى، ازاي بيتم التعامل معاه؟ ولو كانت كمان من الدرجه اللي هي الكثيفه، ازاي ممكن نتعامل مع طفل عنده سحابات قرنيه؟ زي ما قلنا ان الترقيع القرنيه في الاطفال هو يعني اصعب الاختيارات، لان نسبه الرفض ممكن توصل ل 100%. ليه؟ لان الجهاز المناعي عالي جدا، هو هيفهم بسرعه ان دي حاجه غريبه ويحصل التهابات ما بعدها. ما بنبقاش مجبرين ان نعمل حاجه زي كده وندي للعيان فرصه لكده، الا لو انا لقيت ان السحابه في العينتين، وده الامل الوحيد ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده. بس لازم ادي للام والاب ان الاحتمال 100% الرفض، احنا هنعمل وعلى حسب ما ربنا عايز. الحاجه الثانيه ان لازم ابقى متاكد ان لان لازم ابقى متاكد من نسبه الرفض، ولازم افهم المريض الاهل المريض بكده، لان ممكن اقول له مره وممكن بعد سنه او 2 لو اترفض اعمل ترقيع تاني وممكن ثالث، لانه غالبا بيبقى معاهم كمان لما بنعمل ترقيع قرنيه بيبقى معاهم ضغط العين بيعلى، وبيبقى ممكن يخش في ميه زرقاء مع ترقيع قرنيه فيرفع ضغط العين فيؤدي الى نسبه رفض اعلى، بيبقى زي مسلسل كده. الحاجه الثانيه ان لو لقيت ان السحابه مش كثيفه وحاجه خفيفه جدا، انا ممكن اعمل كشط بدري للعيان عشان اديله ما دخلوش في حاجه اسمها كسل العين. كشط بدري للقرنيه، بحط عدسه لاصقه على العيان، بتساعد شويه ان الرؤيه تبقى افضل من انها تبقى كثيفه قوي. الحاجه الاخيره ان لازم زي ما قلت في الاول الحلقه ان لازم اقول للمريض ان الترقيع القرنيه دي مرحله اولى، ممكن يحصل رفض، مرحله ثانيه ممكن يفضل رفض، ممكن اعمل تاني، لان دي مش حاجه بتتعمل وابقى متاكد 100%. انا بزرع عضو لعضو، وقد ايه كفاءه التعامل بين الجسم المريض وبين العضو اللي انا نقلته ليه محدش يعرفه خالص. الحاجه الثانيه عايزه يعني قد ايه الترقيع القرنيه من الحاجات المفيده جدا. في بعض الصور كده في الاخر شوفي الفرق، شوفي قد ايه الدنيا مختلفه. يعني انا نقلت القرنيه للمريض بالفيمتو، في صوره تانية حلوه جدا لما نقلت شوف الفرق بين الشمال واليمين، ده منظر العيان اللي عنده سحابه على القرنيه، وعلى اليمين ده منظر العيانه بعد ترقيع قرنيه. فرق شاسع جدا في الرؤيه. انا عيان عايش بصنفره قدام عينيه ودلوقتي العين بتلمع، فما ينفعش المريض يبقى عايش كده. يعني الناس اللي تقول لك لا انا خلاص انا مش مهم العين دي ابقى اشوف العين، خليني في العين الثانيه، حرام. ربنا خلق العينتين يشوفوا مع بعض عشان ندي صوره كامله. فدايما فكر ان ممكن تبقى العين دي كويسه دلوقتي، لكن ما تعرفش العين دي ممكن يحصل فيها ايه بعد كده. فخلي الثانيه تبقى دايما شغاله معاك، ما ينفعش تسيب عين وتهملها عشان جت فيها سحابه. السحابه ممكن تتعالج دلوقتي طرق جديده جدا، تطور العلم تطور جدا، تطور الرؤى حتى اللي بنجيبها بقت احدث ومعموله بطريقه حديثه جدا. الحاجه الثانيه كمان ان الاخيره اللي هقولها، في حاجه اسمها ترقيع خلفي للقرنيه. افرض بعض الناس بيعملوا ميه بيضاء مثلا، يقول لك ده عمل ميه بيضاء وحصل عتامه في القرنيه بعد الميه البيضاء نتيجه مضاعفات الميه البيضاء، او نتيجه حصل ارتشاحات جامده في القرنيه ادت على عتامه في القرنيه. ايه اللي بيحصل؟ ان الخلايا الخلفيه للقرنيه بتتاكل كلها وهو بيعمل عمليه الميه البيضاء، بيحصل فيها التهابات وبتقل عددها خالص لدرجه انها ما تقدرش تغذي القرنيه. فدلوقتي بنعمل كمان ترقيع قرنيه خلفي، بنشيل الخلايا الخلفيه اللي هي البايظه ونزرع خلايا خلفيه، ما بنشيلش القرنيه نفسها، نشيل الجزء الخلفي بس للقرنيه. بس دي في الحالات ايه؟
في الحالات اللي بقى فيها زي حصل فيها عتامه في الميه البيضاء، حصل اصابات اثرت على الغشاء الخلفي للقرنيه، مش كل القرنيه. دكتور، في عمليه الترقيع القرنيه بنسمع عن خياطات القرنيه، عايزين نتعرف عليها اكتر يا دكتور. ايه تمام. احنا كنا زمان الجراحه كنا بناخد حوالي 16 غرز. لما دخل الفيمتو هو اللي بيقطع القرنيه، دي الخياطه الجراحه اللي هي الجراحه العاديه. لكن الفيمتو قللنا العدد، ممكن لهات 12، وبعض الحالات اللي فيها ترقيع القرنيه الامامي بناخد 8 غرز بس. فبقى كل ما عدد الغرز قل، كل ما الاستجماتيزم اللي بعد العمليه بيقل درجته. لازم يعرف كمان المريض ان احنا بنعمل عمليه ترقيع قرنيه، ما يتوقعش ان رؤيه بعد بكره او الاسبوع الجاي، مش قبل 3 شهور عشان الدنيا تبقى كويسه ويبتدي الجرح يلحم. الحاجه الثانيه ان احنا بنشيل الغرز بعد مرور سنه، او بنشيل الغرز بعد اول 6 شهور جزء من الغرز عشان يقلل نسبه الاستجماتيزم اللي في القرنيه. دكتور، للاسف خلص وقت حلقتنا، عايزين كنا نتكلم مع حضرتك اكتر في النقطه دي، بس للاسف خلص وقت حلقتنا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا، نحب نشكر دكتور اشرف أرمية، استشاري طب وجراحه العيون، استشاري جراحات القرنيه والميه البيضاء وتصحيح الابصار بالليزر، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا لوقت حضرتك معانا. مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهارده، لكن ما خلصتش موضوعاتنا. استنونا في حلقه جديده وموضوع جديد من برنامجكم طبيب على الهواء. الى اللقاء. هذا البرنامج برعاية